انا هشيل وزة ولا تسكتي عشان بص احنا مش قادر عشان انا هي ماسك شكلها مغري. نفسي. ايه ده؟ انا ماسك ايدي من بدري. ايه يا منار؟ طبعا هتسالونا عملناها ازاي، فاحنا هنوريكم تكاتها وتفاصيلها واحده واحده عشان تقدروا تعملوها احسن ما بتشتروها من بره، وتطلع معاكم بالشكل والتحميره التحفه ده. والطعم اهم حاجه. صدقوني مستحيل حد يختلف على طعمها. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا ايه؟ دجاجتين كتاكيت، يعني الفرخه منهم حوالي ايه، كيلو الا ربع، كيلو وربع، مش اكتر من كده. يعني فراخ حشو من الاخر. هي فراخ حشو. ريحوا نفسكم وفراخ حشو. طبعا احنا نقينا ميه وملح وليمون، اوعى حد يحط خل عشان بيزفر الفراخ. وعاملين بقى ايه، حاجه هندعك بيها الفراخ من جوه قلبها. طماطمايه مبشوره، ايوه، وبصلايه وملح وفلفل وبس. هندعك بيهم بقى الفرخه من قلب الفرخه من جوه. بصوا لازم تعملوا مساج بجد. الفرخه كل ما تتبل بالطريقه دي كل ما طعمها بيبقى اجمد بكتير. فتح الفراخ كده، هنفصل الجلد عن اللحم. ايه لازمتها ان التتبيله واصله لجميع انحاء الفرخ؟ صدقونا يا جماعه والله العظيم اللي بيمشي بالخطوات دي فراخ مستحيل تطلع منه زفره، وهتطلع طعمها جامده ولا من ايه؟ جوه كده هو طبعا. انت طلعت لها حسن اللي ندعك الفراخ كويس كده، ومن عند الوراك كده برضو. سيد قاطع لي رقبه الفرخ. ماشي يا سيد، حسابك معاها عسير. سيبهم بقى ايه، نقعوا قد 3 ساعات. بصوا هو مش 3 ساعات صراحه، بس هو كل ما وقت النقع ده يزيد الفرخه بتبقى احلى. نروح بقى نعمل خلطه الحشو. في طاسه شويه زبده صغننين كده قد معلقه، هننزل عليها بمعلقه سمنه بلدي، هننزل عليهم ببصله، هننزل بالكبد والقوانص متقطعين مكعبات صغننه. الكبد والقوانص دول بتوع الفرختين يعني مش جايبين زياده، يعني اللي بيحب زياده براحته. اول ما الكبد والقوانص تستوي هننزل بقرن فلفل رومي، وده اجباري مش اختياري. هننزل بالملح، معلقه صغيره قرفه، اجباري مش اختياري. معلقه فلفل اسود، معلقه كبيره برضو. هننزل بمعلقه بهارات لحمه، احنا بنحط بهارات لحمه مع الفراخ. هننزل بشويه زبيب، وده بيخلي الطعم في حته تانية. نبدا ننزل بكوبايتين رز، كل فرخه بتاخد كوبايه رز، بس احنا زودنا الكميه عشان بنحب الرز ده. وبعد ما قلبنا الرز كويس جدا ننزل عليه بنص كوبايه ميه، عشان احنا محتاجينه يستوي نص سوا بس. واول ما يبقى خلاص داخل على السوا هننزل بمعلقه صويا صوص. بعد ما استوى نص سوا هنشيله على جنب عشان يبرد. خلصنا الرز، عملنا كميه عشان هم بيحبوه كده زياده. سمي الله بقى. هنقطع الرقبه كده عشان نسيب مساحه اكتر لحشو الرز، لو عايزين رز اكتر. عشان البطه اللي قدام، الوزه اللي قدام. نسمي الله بقى كده وايه نحشي. ومن اهم الحاجات في الحشو ان احنا مش بنحشي الفرخه على الاخر عشان ما تفرقعش. تخيل يا ماما احنا ممكن نقعد نعمل اكله بال3 و4 ساعات وفي الاخر حد يجي ينتهشها يقطعها في 5 دقايق. المشكله انه ممكن يبقى هي بس لو زادت بيضة على الوش عشان البشاميل بيحتاج بيضتين. عارفه بمسك الطاسه اديله في وشه، ناقص ملح ليه؟ حط ملح. طلعنا لقينا اهالينا كده واحنا كده والدنيا كده. الذوق فين يا ماما؟ لا انت بتتكلم على نقطه الذوق. ايوه اللي هو يعني انت بقالنا 3-4 ساعات بنعمل وانت عمال تاكل والاكل جميل وتحفه، ناقص ملح. طب ليه؟ حط ملح واسكت. نبتدي نقفل الفرخه، هنكتف الفرخه، ندخل دي كده والتانيه بنطلعها من الجنب كده. الجناح بتاعها بنقلبه كده وبنقلبه كده، وده الشكل النهائي بتاع الفرخه. نخلص التانيه بقى ونقول لكم هنعمل ايه. حله على النار فيها ميه مغليه، فلفل اسود، ملح، بهارات لحمه. هننزل بفرختين، هننزل ببصله، طماطمايه صغيره، هننزل بكام ورقه لورا. بعد ما اتسلقت الفراخ بقى، لو انتوا عملتوا رز زياده اعملوا الخطوه دي، هنفرشه في الصينيه بتاعتنا كده. ده بيبقى وسطه كريسبي وشارب من الفراخ ونكهته تحفه، والدهون بتاعت الفراخ بتسيح عليه كده وبتديله طعم. احنا بنسوي باقي الرز بالطريقه دي عشان احنا بنحبه جدا صراحه. سمي الله بقى وكده، ونخرج الفراخ. فتحت نقول عليك يا سيد. بسم الله. شايفه دي مظبوطه ازاي؟ ماشي يا سيد. دي الخلطه اللي بنعملها للدهان كده بتاع الفرخه. معلقه صلصه، معلقه عسل اسود، سنه ملح صغيره. ننزل بمعلقه مستردة، معلقه بابريكا ويستحسن مدخنه، نص معلقه فلفل اسود. لو الخلطه دي تقيله شويه حط لنا معلقه شوربه. نبدا نديها دهنه كده. اهم حاجه تدهنوا كل فسفوسه فيها. يا دوب هنحط كام معلقه شوربه في الارضيه كده مع الرز عشان الرز يكمل سواه، وهندخلها في فرن في الرف اللي في النص لغايه ما تاخد لون حلو كده، وبالهنا والشفا بقى. بصي انت طبعا انا هشيل وزة ولا تسكتي عشان بص احنا مش قادر عشان هي شكلها مغري. ايه ده؟ انا ماسك ايدي من بدري. ايه يا منار؟ فبصي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بصي الحته المقطوعه دي نطلع منها كده اي حاجه. ايوه معلقه رز.
لا والله انا مش هدوق عشان انا كده عارف طعمها. ايوه احنا الصراحه بنعملها دايما تحفه، وناس كتير قوي 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 جربوها وقالوا فعلا ان احنا مميزين فيها. الحمد لله مميزين في كل اكل، مش غرور وهنخليكم يعني. برضو مش غرور. وهنخليكم مميزين فيها باذن الله لو عملتوها بنفس الطريقه دي. صدقوني بجد والله العظيم امشوا بس على نفس الخطوات. حاجه مهمه جدا ناس كتير بتهدرها، وده بيخلي شكلها مش حلو زي ما انتم شايفين. في ناس بتقعد تقول اصل دي الكاميرا اللي مخليه الشكل احلى، اصل ده موبايل، اصل ده فلتر. والله العظيم مش بنحط فلاتر ولا اي حاجه، ده فعلا شكل الاكل اللي احنا بنبقى عاملينه. طب ايه الفرق؟ الفرق ان احنا بنهتم بتفاصيل بسيطه زي الكفر الخارجي اللي هندهنها بيه لازم نبقى مظبطينه وتمشوا على نفس الطريقه، هتطلع معاكم بالشكل ده. واهم من الشغل ظبط الشغل. ظبط الشغل. فقصدنا ان انتوا عشان تطلعوا الحاجه شكلها حلو لازم فعلا تهتموا بتفاصيل. يعني مثلا الدهان ده هو اساس شكل الفرخ. سيبكم من الطعم خالص، هو هنقول ان هو مش بيدي طعم، بس مستحيل يطلع شكلها متحمر كامل بالشكل الحلو ده غير لما تدهنوه. هتطلع معاكم طعم وريحه وشكل. انا ليه بحكي كل الحكيوه دي؟ ليه؟ عشان في الاخر اوريهم ليه عايز ناخد نص فرخه زياده؟ انا هاخد واحده مقفوله. هقول لك ليه. علشان في ناس كتير لما بتيجي تعمل اكل بتقول لك يا عم مش مشكله، يعني ده اللي هيفرق. هو اللي هيفرق. صدقني لو شلت الصلصه اللي في الدهان ولا شلت العسل ولا شلت مش عارف ايه، هو ده اللي هيفرق. أيوة. بيفرق. على ذكر العسل في دهن الفراخ عامه بجد معلقه صغيره جدا منه بتدي لون حلو جدا وتسكيره بسيطه خفيفة. كده جدا. آه. بس حلوه مع القرمشه بتليق تحفه. بتبقى تحفه. صدقوني والله العظيم ان شاء الله هتعجبكم جدا ان شاء الله باذن الله. عايزين كده منكم دعوه بظهر الغيب ان ربنا يصلح حالنا وحالكم. واي حد يعمل اكل يصوره ويبعته لنا عشان احنا بنحس احساس جميل جدا ان حد عمل اكلنا وقال لنا ده تحفه. هو احنا بنقابل ناس كتير الحمد لله وبيقولوا لنا ودمتم سالمين. والى اللقاء في رعايه الله.